كرة القدم عبر التاريخ هي رياضة من الشعب وإلى الشعب كاملين كتعجبنا الكرة، وفينا كذلك اللي مهووس باش تشجع فريقه المفضل. لكن هاد الكرة اللي كتعجبنا كاملين شكون فينا عارف فين وإمتى وكيفاش أصلا بدات؟ أسئلة بزاف، الجواب ديالهم بحال ديما هو السر الغامض ديال حلقة اليوم من الاكسترا تايم. بغيتي تكتشفو كمل الفيديو حتى الاخر. اليوم غادي نناقشوا فيها مجموعه ديال المواضيع، والبدايه بالبطوله الاحترافيه بجوج ديال الدورات الاولين، واللي بينوا بالملموس باللي المنافسه على لقب الدوريات العام غادي تكون قويه، خصوصا بين الرباعي الكلاسيكي نهضة بركان بطل الموسم الماضي، واللي بجوج ديال الماتشات قدروا يخرجوا بالعلامه الكامله. بدايه بفوز على اولمبيك تشيرا وصولا للانتصار على الكوكب المراكشي، ثم الوداد الرياضي واللي بعد فوز صغير على الكوكب المراكشي بنتيجه 1-0 مع اداء مطمئن نوعا ما. كيتسناهم ماتش امام يعقوب المنصور في الجوله جوج، مرورا بالجيش الملكي الفائز في الجوله الاولى على يعقوب المنصور ثنائيه نظيفه، اضافه للاداء قوي بالكلاسيكو اللي سال 0-0 ضد الرجاء الرياضي. هذا الاخير ورغم الفوز في الجوله الاولى على الفتح الرياضي ب2-0، فالظهور الاخير امام الجيش الملكي بالكلاسيكو كان باداء باهت. الاداء الباهت المخيب الرجاء الرياضي امام جماهيرهم ضد الجيش الملكي عجل باقاله المدرب لسعد جردة الشابي. فواش فعلا اقاله الشابي هي الحل او هناك مشاكل اخرى؟ هادشي غادي نكتشفوه توالي الدورات. بعيدا عن البطوله الوطنيه صراع الكره الذهبيه مازال قائم، والاسد المغربي اشرف حكيمي مازال يقاتل باش يكون بالون دور لهذا الموسم رغم محاولات ابعاده من السباق. تغادر الصحفي رياضي استرالي واللي قال على حسابه بمنصه اكس انه تلقى دعوه من وكاله علاقات عامه ارضوا لي يدير حمله مدفوعه لصالح عثمان ديمبيلي من اجل ترشيحه للكره الذهبيه، مع التاكيد على ضروره بقاء الموضوع السري، حاجه اللي ما دارهاش الصحفي الاسترالي باعتباره الامر غريب. هذا الشيء كيبين باللي كاين محاولات خفيه للتاثير على مسار سباق البالون دور. ماشي بعيد الناس اللي كيدافعوا على ديمبيلي وكيقولوا بلي يستحق التتويج بالكره الذهبيه على حساب الاسد المغربي اشرف حكيمي يكونوا قبلوا بعروض من هذا النوع. زيد على ذلك الاخبار اللي كتقول على العلاقه ما بين اشرف حكيمي ونادي باريس سان جيرمان متوفره جدا، نظرا لمساعده اداره النادي الباريسي لعثمان ديمبيلي في تتويجه بالكره الذهبيه وتجاهل اشرف حكيمي وسط الصراع الكبير المحيط بسباق الكره الذهبيه. واش في نظركم اشرف حكيمي قادر يتوج بها ولا لا؟ صراع البالون دور هي الابطال كتعرف صراع من نوع خاص بين كبار الانديه، بدايه بمباراه بايرن ميونخ وتشيلسي واللي سالت تفوق الفريق الالماني ب3-1، مرورا مباراه ليفربول اللي واجهوا اتلتيكو مدريد وتفوقوا عليه ب3-2، وصولا للبطل الموسم الماضي باريس سان جيرمان واللي سحقوا اتلانتا الايطالي ب4-0. وسط هذا الصراع الكبير في مباريات ليالي الابطال الحارقه، شكون في نظركم الفريق الابرز المرشح للتتويج بلقب ذات الاذنين؟ 27 مايو 2009 المكان ملعب اولمبيكو بروما، والحدث نهائي دوري ابطال اوروبا واللي كيجمع بين اف سي برشلونه ومانشستر يونايتد الانجليزي. الدقيقه 70 من المقابله والنتيجه 1-0 لصالح البارسا بعد هدف سامويل ايتو، وفي الوقت اللي لاعبي مانشستر يونايتد يقاتلون للرجوع في نتيجه المقابله. تشافي هرنانديز كياخذ الكره من وسط الملعب وكيدخل نحو منطقه جزاء الشياطين الحمر، ثم يرسل عرضية دقيقة متقنة بالقدم اليمنى، وفي الوقت اللي جميع الجماهير كتستنى ارتقاء أصحاب الاختصاص في الضربات الرأسية. المفاجأة ميسي واللي كيتعتبر من اللاعبين قصار القامة واللي ما تخصصوا الضربات الرأسية يقفز وسط المدافعين وكيفاجئ الجميع برأسية مقوسة واضعا الكرة في الزاوية البعيدة لمرمى الحارس الهولندي فان دير سار. هذا الاخير اللي دار افور كبير طمعا في الوصول للكره لكن بدون جدوى. النتيجه 2-0 والبارسا يقترب من حلم ذات الاذنين. هدف ليونيل ميسي في نهائي دوري ابطال اوروبا سنه 2009 هدف غير عادي لعده اعتبارات. اولا لوصل الهدف الذهبي في حصد اف سي برشلونه اللقب غالي في تاريخه الكروي. ثانيا نظرا لقصر حجم ميسي واللي مستحيل يخليك تتوقع قدرة اليونان على القفز لذاك الارتفاع من اجل ملامسة الكرة بالرأس. وانتوما واش مازال عاقلين على شي هدف اسطوري حتى دابا؟ من هدف اسطوري في مشهد ختامي لاغلى البطولات الكروية لتاريخ ومكان ظهورها
2500 سنة قبل الميلاد. هذا هو تاريخ ظهور كرة القدم لأول مرة في الصين، ومن بعدها في حضارات أخرى بحال مصر واليونان وغيرهم. لكن اللعبة في شكل غير ممارس اليوم ظهرت لأول مرة في الإنجليز عبر ركل قطعة قماش من طرف الجنود على أساس تدريبات عسكرية. كرة القدم في البداية ما كانتش هناك قوانين منظمة لها كلعبة، فمثلا كان ممكن تلقى عدد كبير من الناس كيلعبوا في آن واحد. مثلا ممكن تشوف قبيلة تواجه قبيلة في مباراة كرة القدم. زد على ذلك الخشونة الكبيرة التي كانت تتبع النزالات الكروية في ذاك الوقت. بهذه المعلومة كنكون وصلنا لنهاية حلقة اكسترا تايم اليوم. إلا وصلتي حتى لهنا ما تنساش تابونا، تخلي كومونتير. تهلاو.